سلام حبيباتي. اليوم ان شاء الله غادي نخيطوا فستان بهذا قماش الجينز. هذا قماش جاي خفيف، جينز خفيف، ماشي خفيف بزاف بصح مليح، ينفع للصيف والربيع. هنا فقط انا عندي لقيته متوفر عنده، لقيت 2 متر و20 سنتيمتر. غادي نحاول نفصل بها فستان ان شاء الله يخرج شباب. هنا جبت القماش تاعي، ها هو هنا ثنيته على 2، ها هي الحافه تاع القماش، من بعد ثنيته على 4 وخليت هذه الجهه المغلقه وهذه الجهه المفتوحه. خليت هنايا 1 سنتيمتر عاد وحطيت الجهه المغلقه. دونك هنا لازم نخلو منا 1 سنتيمتر هي الجهه المفتوحه باش نخيطوا عليها مرض الازرار. وهنا هذه الجهه المغلقه اللي غادي يجي عليها الظهر. اول قياسات البنات نحطوهم، انا نحط قياساتي الخاصه باش كنت نخيطها لروحي، هذا انا مزيخه روحي معكم. دونك غادي الظهر عندي فيه 40 سنتيمتر، غادي ندير 20 سنتيمتر هذا في الظهر. وفتحه الرقبه غادي ندير فيها 7 سنتيمتر البنات، ندير 7 سنتيمتر فتحه الرقبه. بصح القياسات دوهم منا، قلعوهم منا من الجهه المغلقه، من الجهه المغلقه عاد نقلعوا القياسات. وننزل بعد ذلك منا من الخلف 2 سنتيم ونرسم تقويره الخلف البنات كما تعودنا دائما. ومن بعد عاد ننزل من الكتف كذلك 2 سنتيم ونرسم خط الكتف تاعنا. بعد ذلك ننزلوا بارتفاع الصدر. انا عندي 25 دائما، ندير 25 باش تجيني واسعه عند الابط، ندير 25 هذه 25 تاعي. وندير خط الصدر، هذا هو خط الصدر، غادي ندير منه خط الصدر. بعد ذلك نرسم خط من الكتف، هذا هو خط الابط. نجو قلنا في المنتصف تاع الابط، نجو منا البنات هذه المنطقه من النقطه اللي هودنا بها حتى خط الصدر نديروا المنتصف، ندخل ب1 سنتيم ونرسم تقويره الابط الخلفيه. ونحدد الان دوران الصدر. دوران الصدر انا عندي 100 سنتيمتر، قسمناها على 4 عطاتني 25 سنتيمتر. ها هي 25 سنتيمتر وغادي نزيد لها 3 سنتيمتر توسيع. دونك 25 تولي لي 28 سنتيمتر. دونك اللي بغات توسع اكثر توسع اكثر، ماش باغيته واسع بزاف. غادي ندير فقط هنا 28 سنتيمتر باش يجيني مليح عند الصدر، باسكو هذا الجين ماشي كيما قماش خفيف بزاف، لا وسعتوه معليش بصح تجي لنا ديروا قياس زياده مليحه وصاي. ونكملوا التقويره تاع الابط كيما راكم تشوفوا البنات. دونك الان خاصنا نديروا ارتفاع الخصر. ها هي جبت لكم دميه، نتوما تحزموا البنات، تحزموا بحزام وقيسوا ارتفاع الخصر تاعكم من الكتف حتى الخصر. هنايا هذا هو الارتفاع. انا ارتفاع الخصر عندي 40 سنتيمتر، نزيد لها 1 سنتيمتر خياطه تولي لي 41 سنتيمتر. نجي منا ونعلم 41 سنتيمتر من خط الكتف الاول، نعلمو 41 سنتيمتر. ها هو خط الخصر تاعي عادي، وندير خط كذلك. هذا هو خط الخصر. دونك هنا في الصدر عندي درت 28، هنا 28 درت هنا في الصدر 28. ها هي 28 تاعي تاع الصدر، هنا ما تجيني هنا، لكن في الخصر نقص شويه. غادي نقص ونقص حوالي 2 سنتيم بهذا الشكل، ونرسم التقويره عند الخصر نقصوا 2 سنتيم باش يجيكم غير شويه سنتري وصاي بهذه الطريقه.
حنا كملوا الخط تاعكم البنات، كملوا الخط تاعنا. وهنا من الجوانب هنايا باش ما تجيناش هابطه نطلعوا ماذا، نطلعوا بحوالي 1 سنتيم، طلعوا غير 1 سنتيم بزاف ما تجيش هابطه. ونشوف هنايا المسافه هذه اللي عندي نقسمها على 2، ندير خط، قسمتها على 2 درت نقطه، ونجيب بيروكي تاعي باش نرسم ميلان خفيف يخرج لي نيشان باش الخط وجه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. وهنا كنا كملنا ورسمنا الخلف، لازم علينا الان نقصوه ونعدلوا الامام. كما عودتكم البنات كي نقصوا نخلو هنايا حوالي 1.5 سنتيمتر زياده عند الكتف هكذا البنات. راني قصيت خليت 1.5 سنتيمتر هنايا، ونقصوا عادي كما راكم تشوفوا. هذا هو. الان ننزع الخلف، يبقى لنا هذا الامام. نحدوا فتحه الامام، هنا قلنا في الخلف خلينا 2، نخلو 2 على برا البنات، ها هي 2 على برا خلوها على الخارج. ونزيد نعلم من الامام كذلك 7 سنتيمتر. نرسم التقويره ابتداء من راس الكتف، نرسم التقويره تاع الامام عادي. شوفوا انا دارت لكم الطباشير على الوجه، نتوما علموا الطباشير على الظهر ماشي على الوجه، هنا غير باش يبان لكم مليح. ونجي ونقص الامام تاعي هكا، ونقص هذيك 1.5 سنتيم اللي زيدتها من الخلف، نقصها انا ثاني باش قلنا الملابس تاعنا ما توليش ترجع للخلف كي نلبسوه هكا. ونقصوا كذلك من حده الابط، نقصوا شويه من حده الابط من الامام باش ما تجيناش مكمشه، باش ما تجيناش زياده بزاف من الامام، تجينا لكم واقف من الامام هكا. نكونوا كملنا الامام والخلف. الان غادي نفصل الاكمام، واللي بقى لي عاده نفصل به الجزء السفلي. والان فصلوا الاكمام. انا ثنيت القماش تاعي على 4، بدلت اتجاه الطي ويمرأ 4، هذه جهه راها مغلقه والجهه من هنا اللي تكون الجهه المفتوحه. حنا قلنا ارتفاع الصدر انا كان عندي 25 سنتيمتر، انا غادي ندير بزياده، غادي ندير 28 سنتيمتر. نعلم من الراس منا الجهه المغلقه، نعلم 28 سنتيمتر وندير علامه كما تعودنا، ونعاود ندخل من هذه النقطه منا، ندخل ب 12 سنتيمتر اللي قلنا هو قياس ثابت عند الكبار. بعد من هذه النقطه نرسم خط الى راس الكم، نرسم هكا المسطره الى راس الكم. ونجي هذه المسافه نقسمها على 2، وندير نقطه، ونعاودوا هذه كذلك نقسموها على 2 كما تعودنا. كي تعودوا عليها تجيكم الخدمه سهله وسريعه. نقسمها على 2. هنا قلنا نخرج ب1 سنتيم ومنا ندخل ب1 سنتيم. نرسم تقويره الابط حتى المنتصف، هنا نخرجوا حتى راس الكتف هذه. والان نديروا الطول تاعنا، غادي ندير هنا فقط كم باستيك شريط مطاطي، غادي ندير الطول تاعها 65 سنتيمتر بالخياطه بكل شيء. ها هي 65 سنتيمتر، هنا نحط عندها علامه. وفتحه الكم غادي ندير 20 سنتيمتر، نجي هنا عند 20 ونحط علامه كذلك. هو الخط خاصه يكون هنا هكذا، نرسم خط مستقيم هنا عند 20 هكا فقط، ونصل الخطوط. هنا قلت لكم عندكم بيروكي ديروه باش يعطيكم هذيك الحفره اللي عندكم، تساعدكم بزاف هذه.
باش ما يخرجلكمش مدلي من عند الابر. اللي ما عندهاش دير بيدها. ها هو الكم تاعنا الان جاهز، نقصوه كما تعودنا ونعدلوا عليه الامام. وها هو الكم تاعنا قصيناه. الان شنديرو؟ نعلموا الامام، نديروا هذه جهه تاع الامام مثلا، نعلموا من الداخل هكذا هو الامام، ونعدلوا عليه. قلنا الامام نقلعوا واحد شويه من الامام. الكم هذا هو الامام تاعنا. الكم الان صار جاهز. وانا زدت قصيت شريطين طوال بطول الامام. علاش؟ باش دير عليهم مرض الازرار. العرض تاعهم هنايا فيه 7 سنتيمتر. ممكن نوريكم طريقه التركيب تاعهم. والان ما بقى لنا الا نفصلوا الجزء السفلي وان شاء الله يقدنا القماش. باش نفصلوا الجزء السفلي، هذا هو القماش اللي بقى لي، راني ثنيته على 4. ونجيبوا قطعه تاع الخلف هذه مثنيه على 2، نحطوها هنا على مسافه 1 سنتيمتر باش نشوفوا الزياده شحال طيح لنا البنات. هنا عندي بقات لي زياده حوالي 11 سنتيمتر. غادي نجي عند 11 هنا ونحط علامه. والان من الاسفل منا شحال بقى لي في القماش؟ بقات لي هنا عندي شحال؟ بقات لي حوالي 39 سنتيمتر. غادي نخليها كما هي 39 سنتيمتر. والطول كامل تما راه عندي شحال؟ راه عندي متر. غادي نخليه، من بعد لا جاتني طويله بزاف نقدر ندير نقص منها. من بعد نجيبو من هذه النقطه حتى الاسفل ونرسمو خط كما راكم تشوفوا بواسطه المسطره باش يخرج لنا مستقيم. كما راكم تشوفوا هذه الزياده هنا راها عندي عوجه، كي المقاس غادي تروح. ونكون تحصلنا على قطعتين الامام والخلف. نتمنى تكون القماشه اكثر باش ندير لكم هنايا كشكشه من الاسفل. معليش ان شاء الله موديلات قادمه ان شاء الله بحول الله. وزدت درت 2 قطع طويله كيما هادو كما راكم تشوفوا، الطول تاعهم ضعف الامام. علاش؟ باش كي نركب مرد الازرار غادي ندير بحول الله كشكشه من الجنب على كامل الامام. فصل قطعتين، وحده لهذه الجهه وحده الجهه الثانيه. وعندي كذلك لي شوت اللي بقاو لي، وهذا اللي بقى لي لي شوت، هذا هما ما بقى لي. غادي نفصل عليهم ان شاء الله لو كول شوميزي. ان شاء الله تكونوا تبعتوا الفيديو السابق باش تفهموا عليا احسن. اول حاجه نديروها البنات هي ان نجيبوا هذه القطعه طويله اللي هي مرض الازرار اللي فصلنا فيها حنايا 7 سنتيمتر. شدرت ثنيت منها نصف سنتيمتر من هذا الجانب بالمكواة، ومن هنا نصف سنتيمتر ايضا، ومن بعد درتها على 2 بهذه الطريقه. والطول تاعها ما يهمش، نركبوها من بعد نعدلوا الطول. طريقه التركيب تاعها نجيبوا قطعه الامام جهه واحده كما راكم تشوفوا، وناخذ هذه القطعه ركبوها من الداخل، ولازم الحافه تكون مع الحافه مباشره هكا. نثبتوها اللي ما تعرفش دير بالابره والخيط عاده وتفوت الماكينه، اللي تعرف معليش حبه حبه ونتعلموا ان شاء الله. نوريكم غير جهه واحده كي ندير ركبوها هكا. شوفوا البنات، ها هي نصف سنتيم اللي كنا ثانيينه. ومن نخيطوا مع الخط تاع المكواة اللي درناه. ها كي نفتحوا كاين خط تاع المكواة صغير، هنا نخيطوا عليه مباشره. نخيطوا عليه كي نخيطوا نفتحوها هكا، وهذه الخياطه نديروها للداخل بهذه الطريقه، وهذا المرض نردو هكا للخارج. ولكن قبل ما نغلقوه منا بالخيط شنديرو؟ انا جبت هذيك القطعه الطويله اللي قلت لكم عليها اللي الطول تاعها ضعف الامام، درت لها كفه رقيقه. كي تكون الكفه رقيقه هكا استعملوا المكواة عاده وآلة الخياطه باش ما تغبنكمش. ومن بعد
تككتها بالابره والخيط من الجانب الاخر كما راكم تشوفوا، ودرت كشكشه. هاهي درنا كشكشه جميله. الان شنديرو؟ نجيبو هاد الكشكشه تاعنا وندخلوها في هذه الجهه قبل ما نغلقوا بهذه الطريقه، ونغلقوا عليها. نقادو الكشكشه غير بسياس، نوريكم بالدبابيس، وانتم في الخياطه غير بسياس عليكم وخيطوها. المهم توصلكم الفكره كما راكم تشوفوا. هاك شوفوا البنات كي تخرج جميله جدا. ديروها هذه العمليه في الجانب الاول والجانب التالي ونشوفوا النتيجه. ها هما عميراتي، انا كملنا جزء الامام. شوفوا خرج ما احلاه. كي تكملوا فوتوا المكواه اللي فيها البخار، لما عندكمش مكواه تاع البخار رشوا عليه شويه ماء وحدوه هكا باش يخرجوا رادين، يخرجوا ما شاء الله رائعين. من بعد جبنا البنات، جبنا الخلف ولصقناه مع الامام بصفه عاديه، والخياطه تاع الاكتاف درت لها الزيكزاك رديتها للامام، ومن بعد درت ان سور بيكور من الخارج. بعد ذلك شنديرو؟ نديرو القطعتين مع بعضهم البنات هكا، الخلف مع الخلف والامام مع الامام، نقادوهم مليح وندو القياس تاع الخلف، بعد ذلك القياس تاع الامام، ونرسمو ماذا؟ نرسمو لو باترون تاع لو كول شوميزي كما شفنا في الفيديو السابق. ها هو لو باترون تاع هذا الموديل. وبعد ذلك نجهزو لو كول شوميزي تاعنا. انا ها هو لو كول شوميزي جهزته، خرج رائع. رجعوا الفيديو السابق ونخليكم الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله. هنايا بوغ لو بي دو كول قدني القماش درته عادي، بصح في لو كول ما قدنيش، درت قطعتين وفصلت الكول تاعي عادي، خرج رائع ما شاء الله. بعد ذلك نجيبو المنتصف تاع لو كول تاعي. هنا علمت لها العلامه، ها هي الجهه اللي ما فيهاش لا طوال كولونت، ونجيبو المنتصف تاع الخلف ونقادوهم مع بعض. نديرو المنتصف مع المنتصف، نقطه مع النقطه، ونقادوهم البنات عادي. انا بغيت ندير لكم هكا الفيديو تاع لو كول شيميزي منفصل باش ما يجيكمش الفيديو هذا طويل هكا. ومن بعد نجيو عند الراس كما راكم تشوفوا، هذا الراس تاع الامام مع الراس تاع لو كول، الجهه هذه الاولى اللي ما فيهاش لا طوال، نحطوها الحافه مع الحافه. ها هو الخط تاع الخياطه، نحطوا الحافه مع الحافه عادي البنات. ومن بعد نقادو الكول تاعنا عادي. يجيكم كي تديروا قياسات نيشان تجيكم سوا سوا. ها شفتوا البنات جاتنا نيشان. نركبوا هذه الجهه خيطوها ونركبوا الجهه الثانيه، وكي نخيطوه نجيو هذه الخياطه نديروها الى الداخل كما شفنا في الفيديو السابق، ونجيبوا هذه الجهه العلويه نثنوا فيها ثانيه خفيفه كما راكم تشوفوا معايا، ونخلقوا بها هنايا نثني هكا كما راكم تشوفوا، ونخيط تمشى نثني ونخيط عادي هكا نخيطوا. كي نجيو هنا ثاني عند الراس ندخلوا الراس هذا ونثني كذلك ونخيط باش يخرج لنا فينيسيون كما راكم تشوفوا البنات. وتبقى لنا الكشكشه هذه تحت الكول، تخرج لنا الخدمه نظيفه ورائعه. كي نكملوا الكول البنات نجيبوا الامام المرض فوق المرض، نديروا الجهه اليمنى فوق الجهه اليسرى. هذا بالنسبه للنساء يديروا الجهه اليمنى فوق اليسرى، والرجال العكس. ونمسكها بالابره والخيط باش ما تتحركش معايا، هذه فقط مؤقتا بعد نديروا الازرار هكا البنات. ونجيبوا الجهه السفليه اللي فصلناها
نتكوها بالابره والخيط ونديرو كشكشه خفيفه ونقادوها معاها هكا البنات ونخيطوها نديرو هكا باش تكون منا غادي تجينا مبلعه ما فيهاش الازرار من الاسفل فقط من الاعلى الازرار. نخيطوا هذه الجهات الاماميه ونفس الشيء بالنسبه للجهه الخلفيه. وها هو الامام لصقته البنات من بعد فوت عليه بالمكوات وفتحت الخيط اللي خيطته تاع الامام. الخرج رائع بكشكشه جميله جدا والخلف كذلك. ها هو ثاني فوت عليه المكوات. ما بقانا الان الا نركبوا الاكمام تاعنا كما تعودنا حبيباتي. قلنا نجيبوا دائما الامام مع الامام. ها هو علامه تاع الامام اللي درناها ونلصقوا الامام بالدبابيس كما تعودنا هكا البنات. ومن بعد نجيبو ثاني كذلك الخلف ونلصقوا الخلف ثاني كذلك بالدبابيس هكا كامل البنات هكا بشويه. غادي كي نلصقوا كامل غادي نلقوا باللي الكم اللي فصلناه اكبر من حردة الابط. شنديرو فقط ما علينا الا نديرو كشكشه خفيفه ولا نشربوه غير بسياس حتى يولي قده هكا باش هنايا ما يخرج لناش مسطح يخرج لنا شويه مشرب لكم. وها هو تنوريه لكم هنايا. ها هو خيط الجهه الاخرى شوفوا كيخرج لكم رائع يخرج لكم واقف وتفوتوا عليه بالمكوات هكا خرج جميل جدا. وما تنسوش البنات ديروا الزيكزاك من الداخل واللي عندها سورجي دير السورجي. ما بقى لنا الان شنديروا غير لا نغلقوا الاكمام تاعنا نديروا الجهه مع الجهه منا ونغلقوا كذلك الفستان تاعنا. نقادوا الجوانب منا ونغلق الفستان تاعي من هذا الجانب والجانب الاخر. ومن نغلقوها البنات وكملنا هنايا نجو عند لامونش. شوفوا هنا شدرت البنات عند لامونش راني ثنيت هنايا نصف سنتيم كما تشوفوا بالمكوات وعاودت ثنيت نص سنتيم هكا البنات ونخيط ونخلي فتحه صغيره وندخل لاستيك تاعي. ها هو ندخلت لاستيك تككته. ومن تخيطوا وتركبوا لاستيك تاعكم باش لاستيك ما يقعدش البنات يدور عليكم ويعاود هنا عند الخياطه ديروا غرزه تثبيت من هذه الجهه وكذلك في الجوانب هنا ديري غرزه تثبيت ومنها غرزه تاع تثبيت ثاني اخرى باش اللاستيك يقعد مسرح وما يتحركلكش. ها ما تبانش كي ديريها عادي باش اللاستيك يقعد ثابت. وراني درت كما راكم تشوفوا درت فتحه الازرار. راه كاين فيديو تاع فتحه الازرار وركبت الازرار تاوعي. اللي حبت توصل الازرار حتى الرقبه هنا توصلهم. انا ما باش نوصلهم راني نخليها هنا باش نديرها مفتوحه بهذا الشكل نديرها مفتوحه. وها هو جات رائعه جدا. ودرت الكفه تاعي عادي البنات كفه رقيقه باش تخرج شابه من تحت. وكان هذا هو الفيديو تاعنا نهار اليوم. والان نشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الفيديو تاعنا نهار اليوم البنات. شوفوا الموديل خرج اكثر من رائع. شوفوا الكشكشه عند الصدر الازرار القصه وكذلك الكول اللي لازم تدربوا عليه البنات تستحقوا فيه بزاف حوايج. واللاستيك ثاني خرج شباب. شوفوا كذلك من الظهر القصه خرجت رائعه. الموديل خرج واسع. ان شاء الله يكون عجبكم البنات. وما تبخلوش عليا بالاشتراك واللايك والدعاء والى اللقاء.